النهاردة حلقتنا مختلفة شوية، مش عن الفخامة ولا عن النعومة، لكن عن القوة، عن خامة كانت بتخوف زمان أكتر ما كانت بتتلبس. بنتكلم عن فرو الذئب اللي من أول ما ظهر كان رمز للقوة والشجاعة والهيبة. ويلا بينا، يلا بينا. Stop. ازيك يا جميلة؟ أهلا بيك في برنامجنا شنطة فاشن رودانيا ستايل مع نهال رشاد. في العصور القديمة الشعوب كانت بتعيش في المناطق الباردة زي الأمريكان الأصليين، وكانوا بيستخدموا فرو الذئب الحقيقي كدرع ضد البرد. كان اللي يلبسه يعتبر محارب أو زعيم. تخيلي الرداء نفسه كان بيقول أنا قائد. هنا الذئب كان دايما رمز للقيادة والسيطرة، والفرو بتاعه ورث نفس المعنى. مع مرور الزمن الموضة بدأت تكتشف الجمال اللي في فرو الذئب، لونه الرمادي الفضي وملمسه الكثيف الخشن اداه طابع ملوكي، بس كمان رجولي أكتر. في القرن ال19 وال20 بدأ يظهر في الجواكت الفخمة خصوصا الرجالي منها، وأحيانا كانت بطانة الجاكيتات مصنوعة منه أو يتضاف على الياقات كرمز للفخامة والقوة. لكن طبعا مع تطور الوعي البيئي وحماية الحيوانات استخدام الفرو الحقيقي بدأ يقل جدا. وهنا جه دور الأزياء اللي بدأت تستخدم حاجة اسمها فوكس وولف فورر، يعني فرو صناعي يشبه فرو الذئب في الشكل والملمس. بيتحط في الباركة، الكابات والجواكت الهود، وبيدي نفس الإحساس بالقوة من غير أذية. القوة بقت في التصميم مش في الأذية. يمكن فرو الذئب ما بقاش بيتلبس زي زمان، لكن المعنى اللي بيمثله لسه موجود: القوة، الجرأة والثقة. ومن خلال حلقتي النهاردة عايزة أقولك إن القوة الحقيقية إنك تختاري بإحساسك وبوعيك. خلي دايما ستايلك يعبر عنك، قوية رحيمة وجميلة من جوه ومن بره. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا عن الأزياء وتاريخها المثير. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بمعلومات جديدة عن فرو الذئب. الأزياء مش بس ملابس، دي جزء من هويتنا وثقافتنا. وبجد أنا مستنية رأيكم في الستايل بتاعي، وهل المعلومات كانت مفيدة لكم ولا لأ؟ وما تنسوش تتابعوا رودانيا ستايل على الفيسبوك وعلى الانستجرام @رودانيا ستايل، وكمان زوروا موقعنا www.rodaniastyle.com. استني الحلقة الجاية من شنطة فاشن رودانيا ستايل، يمكن نروح بلد جديدة أو نرجع لزمن تاني. وافتكروا دايما life is a party, dress like it. Bye. Stop.